ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ الحمد لله. ناس كتير لما بيشوفوني بيسألوني خسيتي ازاي في تقريبا في شهرين ونص. تقريبا. ف وانا عن نفسي يعني من الناس اللي بتعمل اكتيفيتيز كتير وبتاع، فبيحسوا ان انا مفيش همدان اللي هو بعمل دايت، فالدنيا لا مش عايزه انزل، مش عايزه اروح، بدوخ الحاجات دي. حلو فقلت جدا. لهم بقى دكتور آية هت... هي اللي عندها الجايد، وهي اللي ساعدتني في الرحلة القصيرة اللي جابت نتيجة حلوة، وده مخليني متشجعة ان انا اكمل. فايه يا دكتور بقى، قولي لنا كده كبسولة. سريعة. اه. بصي، هو أهم حاجة يعني الفترة الأخيرة الأدوية الجديدة كانت كلها بتشتغل على حاجات الناس محتاجاها جدا. مشكلة الناس في الدايت إنها ما بتقدرش يعني تتحكم في الكريفنج اللي بيحصل، وإنها الايموشنال ايتنج، إن أنا كل شوية عايزة آكل وبفكر في الأكل. فبيبقى عندهم فود نويز، حتى لو أنا مش جعان بفكر في الأكل وعايزة يعني آكل. فالأدوية الجديدة بقت بتشتغل على القصة دي، إنها بتقلل القصة دي. فإيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان احنا بقى بيبقى عندنا وقت كده نفكر في اختياراتنا شويه ونتبع اللايف ستايل يكون مفيد جدا معانا. فده اللي بيخليكي زي ما انت قلتي تكملي على النظام الغذائي وتكملي على الدايت وتبقي حاسه ان انت تاخدي عناصرك الغذائيه. ده بالعكس، كمان بتبقى في ناس داخله اوريدي عندها انيميك، يعني انيميا. بعد ما بتمشي على الدايت وبتخس بتلاقي ان الانيميا اتعالجت، لانها بقيت تاخد الفويد تشويس بتاعها بقى حاجات مفيدة وحاجات عناصر كان جسمها محتاجها. فدي كانت تجربة السليم والشيب شوت. الفكرة كلها ان انا ما بنزلش في كيلوهات بس، لا انا بعمل شيبنج كمان. هل انت لاحظتي القصة دي معاكي؟ يعني انا مثلا، انا طول عمري محافظة على وزني. جت كده فترة من الفترات تخنت بقى، كل سنة في 10 كيلو بيتحطوا، وانسي بقى افضل 3 شهور 4 شهور اعمل دايت واخس كيلو، وبعدين اتخنه 2 كيلو، اتخنه امسك على نفسي جامد واخس 5 كيلو وابقى مبسوطة قوي. تمام. بعد كده بيحصل لي زي كريفنج، اللي هو انا مش هحرم نفسي، انا كفايه كده، هو ليه بعمل في نفسي كده؟ فابتدي اكل تاني، فكنت بطلع وانزل بطلع وانزل، وتيجي السنه اللي بعديها هوب 10 كيلو تاني يزيدوا، 10 كيلو تاني يزيدوا ديو تو ستريس بقى واكتئاب كده وحاجات. حاجات فده طول الوقت خلاني اكل بطريقه مش مظبوط. unhealthy. فجأة لقيت 30 كيلو في قدامي على الميزان زيادة، تمام. وتشيز فقدت الامل. خلاص ابتديت بقى اتعامل مع نفسي ان انا تمام، انا حلوه وانا تخينه. انت قمر بص في كله والله يعني بجد. بص اقول لك حاجه، يعني الموضوع ده نفعني جدا. مم. يعني مثلا لما تخنت 10 كيلو اوكي. لحد 20 كيلو كنت تمام، متقبلة ان انا تخينة حلوة رفيعة حلوة، وان انا مش لازم ابقى شبه النجمات العالميين اللي لما بتشوفين في الحقيقة بتحسي ان هم they are very skinny زي انجلينا جولي، معضمة فعلا حتى ايوه. في الكاميرا صح. ليتلي. فاقتنعت ان انا كده كده لازم احب نفسي بالشكل اللي انا صح. فيه، عشان لو عايزة اغيره لازم احب نفسي الاول. صح، و- الاكسبتنس ده اهم حاجة، دي اهم حاجة. جدا جدا، وبلس. وفعلا كان ظريف. ومثلا الفترة اللي هي أتخن فترة في حياتي اتخطبت فيها، يعني أنا فسخت بس تمام. وكان يعني حاسة نفسي حلوة، مش صح. حاسة نفسي وحشة. بس آخر 10 كيلو الحقيقة لا، بقى في تقل جامد. صح. لا حاسة. ابتديت هيلث بقى، يعني ان هو مش قادره مثلا اطلع صح. سلم قوي. بروح الرياضه فاكره نفسي بقى ان انا بطله الزمان زي قبل ما اتخن ايوه. وبتاع. لا مش قادره اعمل الحركات اللي كنت بعرف اعملها وبحبها. في اخر 10 كيلو الحقيقه لعبوا في نفسيته جامد، بعدين وشي بقى قد القطه كده. اه والله، بجد، ده فعلا. هو بصي، القرار بيجي في اللحظة دي ان احنا بنبقى متقبلين نفسنا وقت ما بنزيد حاجات بسيطة، وبعدين لما بنلاقي الجاب بقت كبيرة او الفرق بقى كبير بتلاقي نفسك بتاخدي القرار، لان انت بتبقى طبيعتك مش متعودة على نفسك يعني بتحاولي تأدبتي ان ده تمام، بس لا انت عارفة من جواكي ان مش ده انت، فانت بتبقي عايزة ترجعي للي انت كنت عليه. وده زي ما بقولك، الحاجات الجديدة هي اللي بتخلي الواحد يقدر يكمل. مشكلة الدايت ان الناس بتلتزم فترة تاخد الريزلت تقول لك لا انا هعمل ستوب. فالفكره كلها ان انا وبنزهق وبتزهقي وبتبقى عليكي طبعا. ستريس، وقصه ان انت يبقى عليكي اصناف مفروضه انت مش حباها وبتبعدي عن الحاجات اللي انت بعدها، فده بيعمل عليكي ستريس. فده اوريدي بيخلينا ما نكملش برضو الناس معانا في الدايت. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان انا بديهم
ناخد ادويه بتقلل الشهيه، بتخلي الفود يقعد في المعده فتره اطول شويه، فانا ما احسش باحساس الجوع، وابتدي يبقى عندي يعني زي ما قلنا وقت كده تايم ان انا تشوز الهيلثي فود. فدي الفكره كلها. الفكره كمان ان باخد، ما بحرمش نفسي، لان يعني دي جزء برضو بالستريس بيضغط على الناس. لا انا ما بحرمش نفسي، باخد الحاجات اللي انا عايزاها بس بليميتس وبورشنز محسوبه ضمن سعراتي الحراريه اللي تخليني اخد اللي انا بحبه وكمان اخس في الوزن. فهي دي القصه. فعلشان كده ده عمل بصراحه يعني ريزلت رهيبه جدا مع ناس كتير كانت فقدت الامل، وكانت خلاص بقى يعني لا انا هكمل حياتي كده. انا فقدت بس اتخضيت من اخر 10 كيلو، اللي هو ببقى ماشيه احس ان ظهري حد مثلا بيعمل لي كده، اتاري ان انا تخنت يعني. لا لا لا، ومناطق كانت عمرها ما بتتخن تخنت، بقت مستغرباني جدا. بس فعلا اللي فادني في زي ما بتقولي ان بيبقى فيه عندي وقت اختار. قبل كده مثلا يعني انا عندي ايام ببقى قاعده في البيت ما بعملش حاجه، وتلفزيون ونادي وجيم وحياه مسلسلات وجيم، وايام تانية ببقى بشتغل كتير جدا جدا جدا، ومن المشوار ده للمشوار ده للمشوار، لان انا مش في شغلانه من 9 ل5، انا شغل حر، فشغل حر، فبعيش الحياتين. لما ببقى عندي مشاوير كتيره في الشارع بجد فجأة بيحصل لي كريفنج، وببقى عايزه جعانه هموت هقع خلاص. اروح بقى على اي سوبر ماركت اخد مالتو الظريف الكبير ده بقى خلاص ده مصيبه، وبعدين مفيش ربع ساعه ابقى جعانه، وحسيت ان انا ما اكلتش وخدت كالوريز كتيره، فخلاص اقول اليوم كده كده باظ، اكملها اخربها. بس دلوقتي فعلا بقى عندي وقت، يعني مفيش الكريفنج اللي فجأة انا جعانه ولازم اكل وهموت وخلاص، لا لازم اكل حالا فاكل اي حاجه. لا بقى بيبقى عندي وقت وما بيحصليش اللي هو فجأة هجوع. ولقطة الجوع فعلا ما بقتش اللقطة الشريرة دي. لا مش عامله لك ستريس، مش حاسه ان انت يعني عليكي ستريس اللي هو انا حارمه نفسي انا، لا ده بيأثر جدا. كمان الميزه فيها انها بتلاقي مع الخسسان انت الجسم، مش عارفه انت لاحظتي القصه دي ولا لا، بيحصل له ريشيبنج، يعني بتلاقي لا الوسط ابتدى يتحدد. كان راح خالص والله العظيم، كان راح خالص وبقى فيه كرش كده اللي هو ما بيشوفش رجلي والله. انت بس بتصدري صوره وحشه، انت زي لا والله لا بصي اقول لك حاجه، انا كنت حابه نفسي وانا تخينه الا اخر 10 كيلو. أيوة. يعني لما زدت 20 كيلو تمام، وكنت مبسوطه جدا وبلبس، ومش بقول مش بجيب، اقول لا مش هجيب لبس غير لما اخس، لا قررت ان انا احب نفسي واتبسط وبتاع، ولقيت الكيرفي مميزات الحقيقه. بس اخر 10 كيلو الدهون بقت بتتحط في حته غريبه جدا، كرشي بقى قد كده والله، ببقى واقفه هو مش شايفه رجلي ويقول لا ده انتفاخ، ده انا مش شفطاها، ده انا بس هي موجود في اي صوره بقى على غفله الاقي الكرش طالع. ففعلا من اول حاجات اللي نزلت دايما انا لما بخس، عشان انا مليانه من تحت عن فوق، فبخس الاول من فوق خالص، اعضم خالص ويبقى شكلي تعبان وكل اللي يشوفني مالك فيه ايه بتاع، ومن تحت افضل زي ما انا لحد ما اكسر وزن معين ابتدي اخس من تحت. اللي حاصل بعد السليم شوتس انا بخس من الاماكن اللي تخنت مؤخرا which is تمام جدا بالظبط. ما بخسش اللي هو اعضم من حتت والحتت التانية stubborn وواقفه مكان، لا في كيرفز الكيرفز الوسط ظهر تاني. انا في النص لسه، يعني انا خسيت دلوقتي تقريبا 17 كيلو، بس لسه في قدامي قولي مثلا 15 كيلو عشان يبقى عندي 2 كيلو أأمن فيهم، تخنت خسيت معرفش ايه، في عيد ميلاد في بتاع الدنيا باظت حبه، يبقى في عندي 2 كيلو سبير. بس ال 17 كيلو لا انت بتلاقي نفسك في المقاسات اكتر من كده. انت لو في المقاسات لا يعني على الميزان حاجه، لكن في المقاسات احنا بنبقى قطعنا شوط كبير جدا بالرقم ده، صح كده؟ انا بلبس ما عندي بقى هدومي شايلاه مش هرميها. طبعا احنا مستنيين اللقطه دي ان نرجع لللبس اللي كنا زعلانين عليه. بالظبط، بقيت البس حاجات انا كنت بلبسها وانا ارفع من كده، بس بتدخل في ليه الوسط لابس الهنش بخس من كلي. فلقطه ان مثلا الهيب او الهنش او معرفش ايه يبقوا مليانين اكتر وفوق خاسه، لا
البروبورشنز اتظبطت لاول مره في حياتي. بالظبط. يعني وانا تينيجر لا، طول عمري البروبورشنز مختلفه شويه which is تمام. لما ببقى رفيعه ومحافظه على وزني ما بتبانش قوي، اول ما ازيد الحتت اللي بتتخن اكتر زادت. لا دلوقتي البروبورشنز ما اقدرش اقول مثلا ان انا جسمي الجوافه كمثرى انيمور. لا هي دي القصه فعلا، دي حلو. وكمان مش عارفه انت لاحظتي بيشد الجلد، يعني حتى في ناس كتير بتبقى خايفه من الدايت، انها لما هعمل دايت وخاصه ان انا هخس كليات كتير فانا هيحصل لي مثلا ترهل او حاجه زي كده. الشوتس الجديده لا بتخلينا بنخس وجسمنا بيتشد، فلا يعني احنا بنعمل يعني ايه حاجتين مع بعض وبيبقوا مهمين جدا، لان لو ما شدتيش الجسم مش هتحسي بالافكت. فاهمه قصدي؟ بالظبط. بصي انا فتاه اربعينيه، ففعلا اي حبيبتي اي خسسان اللي هو كان من بتاع 2 كيلو ل 5 كيلو اللي بخسهم وبعد شويه يطلعهم، كان اول حاجه الاقي الملمس بتاع وشي مش حلو. طبعا ناهيك عن لما كنت باكل سكر، السكر لما باكله بجد الكولاجين بيمنع الكولاجين نصه تقريبا، فبتلاقي الجلد مش احسن حاجه خالص خالص، بيدي فوق العمر عمر. فالسكريات بعد الشوتس دي وبعد النظام اللي عملته لي بعد انا بسميها رحله يعني بجد، دي حقيقه رحله 2.5-3 الا بس في 15-16 كيلو نزلوا. انا كنت بقيت افكر ان ده في الجنه بقى ان شاء الله مش هيحصل في الحياه. فبجد لا جلدي على الرقم الخسسان اللي هو ال 15 او 16 كيلو دول، لا جلدي كويس جدا جدا واكاد اكون مبسوطه منه يعني اكتر من ما انا ثابته. الباور بتاعتي ظريف يعني ما فيش لقطه ان انا مش قادره اقوم من اصل انا همدانه تعالي ننزل، لا لا الحمد لله دي لطيفه جدا. ساعات لما بقوم بسرعه مثلا ادوب which is بيحصل في العادي still يعني I'm working on زي ما بتقولي. انا عندي وقت ان انا اختار اسلكت الاكل اللي انا باكله، فبفكر الوجبه انا اول مره في حياتي ابقى بفكر الوجبه دي فيها بروتين ولا لا، لان انا عارفه من حبه قد كده هشبع، فاي هاف تو تيك البروتين بتاعي اللي يقومني لو عايزه اروح الجيم لو عايزه اعمل. فبقيت بفكر في الكواليتي في الجوده الاكل ايه بالظبط كده. فده بالظبط وباكل اللي هو خلاص ابتديت بقى اعرف اكل بالراحه، ما فيش الكريفنج الهوفر ده اللي هو دن جعانه لا باكل بالراحه. ابتديت الحاجات الظريفه الصغنططه دي اللي بتفرق ان هو ما ياكلش وانا قدام التلفزيون، لان ما بحسش ان انا يعني بعمل مديتيشن للاكل يعني بركز فيه في طعمه ولونه وشكله والحاجات دي كلها عشان اشبع، لان كل الحواس دي بتشبع. ابتديت اعرف امارس عادات صحيه ما كنتش بقدر اعملها لاني كنت جعانه. لو مديتيشن ايه وبتاع انا عايزه اكل يعني. لا زي ما قلتي فعلا الادويه دي بصراحه يعني نفعت ناس كتير جدا وحلت مشاكل كتير، ونتائجها هايله جدا، والسيفتي بتاعها كمان عالي جدا. يعني احنا بنتكلم في حاجات مينيمم يعني بنتدخل بيها، وسبيشالي لو في حد بيبقى عنده لسه ريزيستنس في اماكن معينه بنبتدي ناخد جلسات زي جلسات الميزوثيرابي. الجلسات دي بقى بتحل المشكله السمنه الموضعيه، فده بيكمل ده. يعني طبعا والجهاز اللي بيسقع ده الجهاز الكرايو طبعا من الكرايو ده تحفه ده تحفه، بس هو بيسقع في الشتاء. ما هو في ميزتين، هو بيجمد ويسقع، فلو خدنا ميزوثيرابي بعدها ما بتحسيش بحاجه فانت متبنجه، فهو لطيف بس عارفه دوته دلوقتي يعني هو ساعات انا معايا ساعات بيزرق، ما بحسش ان انا موجوعه بس بيزرق كده لانه بيجمد. ايوه بالظبط. ففي الصيف انا فاكره ان انا كنت ماشيه عليه فتره ووقفته عشان الصيف بس الوقت دلوقتي لا دي حقيقه فعلا. خاصه لما يكون الجسم ابتدى يحرق، فلما بنتدخل بالحاجات دي النتيجه بتكون يعني فيري يعني افكتيف جدا وبتكون هايله، غير لما يكون حد مش عامل دايت ويجي يعملها مره او 2 او حاجه زي كده، فلا مش هياخد. لازم اول حاجه نظام غذائي، لازم يكون الجسم دخل في ان هو مود ان هو بيحرق وانه يبتدي ينزل في الوزن،
ساعتها بيبقى ده السلكشن كمان معاه بيكمل معاه. والميزوثيرابي بتبقى مواد امنه جدا وفعاله وبتعلي الحرق داخلي، فبنبقى بناخد السليم والشيب شوتس. لو في اماكن لسه سمنه موضوعيه مضايقانا صغننه بنبتدي نتدخل. فالواحد او اللي بيبقى جاي بقى بيبقى مرتاح جدا ان هو مش ظبط وزن بس، لا هو ظبط شيبنج كمان وظبط يعني بيحس ان هو رجع زي ما انتي قلتي كده حاجات من 20 سنه من 10 سنين، اللي هو انا كنت فين، فاهمه؟ فبتبتدي بقى المشاكل اللي انت كنت مش شايفاها مشاكل او ما حدش شايفها مشاكل، تبتدي بقى ايه ده، لا ده انا كان عندي مشكله. لكن بيبقى مبسوط جدا بالريزلت والجيرني بتبقى صغيره، فاهمه قصدي؟ وطول ما وما الانسان بزهقش بالظبط، وطول ما انت شايفه وما او لامسه بعانيش الريزلت وعارفه انت رايحه فين وجايه منين، وبنبقى حاطين بلان مثلا والله احنا في خلال كذا هنوصل لكذا او حاجه زي كده، فانت بتبقي مشتركه معايا وبحتاج منك مساعده مثلا ان هو لا احنا زي يعني انت بصراحه من الناس اللي هو انا الجيم عندك ده حاجه اساسيه، نسبه الماسلز عندك ما شاء الله كانت عاليه جدا. فلا انت حد متفهم وكده. فلما بس كنت بروح الجيم واتخن يعني ده الاول بس قررت ان انا مش هقطع الجيم، عشان حتى لما تخنت لحاجه و20 كيلو كان ستيل الشيب حلو. صح. بس اخر بقى الكيلوهات دي خلاص بقى الجسم قال لي انا تعبت انا احط في حته ثانيه بقى، انا حر انا هختار حتى اللي على مزاجي. بس ستيل لا انه بيظبط المود، انا بحبه يعني، قعدته لطيفه وبقابل اصحابي هناك وبنقعد نرغي وبنقعد نعمل ونلعب شويه ونرغي شويه، والكلاسز حلو، كلاسز الرقص على فكره حلوه جدا طبعا. ما بتحسيش يعني. انا ساعات بشيل ماسلز ما بشيل ويتس عشان اعمل ماسلز، عشان بتاكل معانا زي ما قلتي لي وبتحرق اكتر. بس في لقطات بقى ببقى مش رايحه الجيم عارفه كسلانه كده، اللي هو رايحه ومغصوب عليا ولازم اروح وبتاع، بدخل بقى كلاسات الرقص الزومبا والبالي دانسينج والحاجات بجد بتخلص ساعه بحس ان انا ما عملتش مجهود، وايه ده هو كلاس خلص ايه ده. فبجد لا الرياضه من الحاجات اللي مع الدايت ومع الشوتس ومع النظام الكامل كله ده جميله. خلي بالك جميلة. هي خلال الجورني دي بعدها بتطلعي بان هو لايف ستايل انت بتكملي عليه. فخلاص بقى انا ما باخدش ميديكيشنز او ما باخدش شوتس او حاجه، بس انا عايزه احافظ على الريزلت اللي انا وصلت لها، فهحافظ عليها عن طريق حاجتين زي ما انت قلتي، الجيم والرياضه اللي انا ببذلها. تاني حاجه طبعا النظام الغذائي والعادات الغذائيه الصحيه اللي انا اتعودت عليها. هتلاقي نفسك بعد فتره انت بقيتي تبعدي عن السويت، بقيتي تبعدي عن الحلويات. دي حصلت معاكي؟ في اسبوع كده ايه طنشت وما خدتش شخص وما خدتش بتاعه عادي مسافرة هعمل ايه. قلت الشيطان شاطر يعني بجد. وقلت بقى هفتح شوية كده، انا خسيت ابتدي ايه عشان ما ازهقش وبتاع. طبعا الشيطان ركب على دماغي وايه يعني، وفي برجر حلو والناس جنبي ماشيين جنبي بالفرايز من نفسي كان بس يعني اشمشم وابص. المهم قعدت لي اسبوع. اول يوم بقى بقيت اغصب على نفسي اني اكل سويتس، بعدين قلت ملهاش لازمه يعني، ما استمتعتش ومش نفسي مش رايحه لها. تاني يوم بخرب كده اللي هي الحاجات اللي اشوفها قدامي التمتيشنز الجامده. تالت يوم لا ابتديت لا يعني ما ايه لا ما تمام مش جعانه قوي، انا بخصم على نفسي يعني، انا عامله مجهود فعلا غير الدايت التاني. الدايت العادي اللي هو نظام الورقه اياها دي اللي بناخدها ونكتئب دي، اللي هي فيها بيضه مسلوقه اكتر من وربع ايه ده في انا بني ادم وبحب الاكل وبشوف طب مش بتشوفوش الاعلانات الكتيره اللي في الشارع؟ طب انا اشوف كل ده وابص كده الاقي في ربع ولا جبنه قريش ما فيهاش لا طعم ولا لون ولا ملح ولا اي حاجه. لا وانا جايه منين؟ انا جايه من الحته انا باكل كل اللي نفسي فيه، باكل الكيلو وبتبسط. ايوه لا ما بيبقى زايد ده بيبقى عمل كل حاجه هو نفسه فيها فما نجيش بقى مره واحده نجيب له الديبريشن يعني، لا واحده واحده دي عارفه لما بس باخد اللي هو الفري داي اللي بيقلب فري ويك بعدين فري مانث بعدين لا هو احنا ما بنديش الفري داي خالص لان انت ما بتبقيش محتاجاه، مش محتاجاه وما فيش الكريفنج ده. انا لما حتى قررت هبوظ واخرب الدنيا ما قدرتيش، لميت نفسي لان لقيت ان انا نفسي مش رايحه لده خلاص. ده اختراع زي يعني ان يبقى في منظومه دايت كامله متكامله بالزبط. وحاجات بتساعدنا بالزبط. وحاجات ماشيه مع الستريس اللي ماشي يعني. انا كنت 5 كيلو كمان على 30 كيلو
هبتدي افكر في عمليه بقى، وادخل وافتح بطني واقص حاجات وارميها، وحاجه يعني لعب كبير جدا. طبعا طبعا. فبجد يعني انا دايما بقولها، واللي يعترض ده يعترض، واللي يقولوا يقولوا، اللي شغالين الحقن والشوتس والمعرفش مش عارفه بيجيبوها منين ومع نفسهم، وبعدين يقولوا ايه ده الدنيا باظت. لا، انتوا لازم تمشوا مع دكتور، ولازم تلتزموا، ولازم ما توفروش وتقولوا بدل ما اخد شوت صغيره اخد شوت اكبر عشان انجز في الوقت وانجز في السعر وبتاع، وبعد كده لما تحصل مشكله تقول اصل. لا، امشوا صح. الاسبرين لو اتاخد غلط بيموت. بالظبط الاسبرين بالظبط، يعني عندك حق. فاي حاجه لازم تتاخد صح. الميس والكيلو يوز هو اللي بيبوظ الدنيا. بالظبط، والكيلوهات دي هي زادت في وقت كبير، ادي جسمك وقت ان هو يتخلص منها وقت كبير برضو، علشان مش كبير قوي. بالظبط مش كبير قوي يعني بس انا اتخنت 15 كيلو على ما اقدر قولي مثلا سنه ونص، شهرين ونص، 3 شهور الا بالظبط. ما انا قصدي ان في ناس بتكسجريت ان انا هخسها في شهر، هخسها ليه ان شاء الله بالظبط. ليه فضائيه بالظبط. لا واحده هي تخنتها في شهر. لا، ما دي الفكره كلها ان عندي فرح فدي يزنقونا احنا بقى. لا عندك فرح، ثقي في نفسك. الثقه بتدي جمال وحلاوه وكل حاجه. عادي جدا هحضر المناسبه وهكمل، بس انا حاطه بلاني اللي انا همشي عليها. وكيرفي حلو برضه يا جماعه، ما كيم كارداشيان والناس كلها بقت بتنفخ وبتعمل. خلينا واقعيين بس. لما انت حابه نفسك في شيب معين اعملي ده. انت حاطه نفسك بلان، عايزه اوصل للوزن ده في وقت معين، اوكي تمام مفيش مشكله، امشي مع حد واقعي، خلي المده واقعيه. خليكي ريالستيك بالظبط كده، علشان ما تضغطيش على نفسك وما تضغطيش على جسمك. ناس كتير كمان وشها لو عملت دايت مره واحده بيقع، دي بتبقى مشكله. طب انت هتعالجي حاجه وتبوظي حاجه؟ لا، يقوموا بقى رايحين نافخين على الاخر تلاقي خدودهم كده ايدجينج بقى، يعني لا خست وشكلها بقى اوحش والدنيا باظت. ففعلا بي ريالستيك يعني. صح بالظبط، ان هو نحط وزن معين في وقت معين وحسب وفي حاجات وداون واب. كنت لسه هقول لك اكوردنج كمان للريسبونس بتاع الجسم بتاعك، واكوردنج لالتزامك بالنظام الغذائي وللفيزيكال اكتيفيتي اللي انت بتعمليه. كل دي بارامترز بتحدد البلان بتاعتنا هتاخد وقت قد ايه، والتارجت اللي احنا عايزين نوصله. والمينتنس بقى دي بتبقى فتره بسيطه بس بنقدر نحافظ بيها على الريزلت اللي وصلنا لها، علشان ما يحصلش ان انا ارجع ازيد تاني واتضايق. فلا، انا ببقى عايزه احافظ على الريزلت اللي انا وصلت له. اقول لك حاجه كانت قلقاني. قلت بعد ما هوقف دايت بقى مرحله التثبيت اللي عمرها ما بتحصل في اي دايت دي، كنت خايفه. فنوع من انواع يعني ان انا الاسبوع اللي خربت الدنيا ده فيه كنت بشوف، لان انا مثلا عملت مره من المرات كيتو دايت. بقول لك ايه، تمام، اكتيفيتي ظريفه وهايبر اكتيف وتمام وكده، بس وقفته من هنا. اول 10 كيلو اللي قصوا الشريط في سلسله تخني كانوا بعد الكيتو. دي حقيقه، مع اني ما خسيتش ال10 كيلو في الكيتو، بس هو ظبط الشيب بتاع الجسم الحقيقه واداني اكتيفيتي، بس هو النظام غذائي فيه خلل. دي حقيقه. بس اتخنت ال10 كيلو من غير ما اخد بالي خالص. انا طويله، انا 180 سم، فلما بيبان فيا ان انا اتخنت ببقى زدت او نقصت 10 كيلو كده، نبتدي نقول ان في حاجه اتغيرت. فال10 كيلو فعلا بعد ما وقفت الكيتو دايت، هو كايند اوف كيميكال دايت يعني، زادوا على طول وما حسيتش بجلد فيلينج. انا محرومه، انا بني ادمه محرومه. فلما باكل العادي ما خربتش الدنيا يعني. تخنت، كان في قابليه فظيعه لجسمي انه يتخن. الاسبوع اللي انا خربت فيه الدنيا ده، لا مفيش لقطه ان انا كريفنج ومحرومه وعايز اكل وبتاع، وما زدتش. زدت ما خطتش الكيلو يعني. مثلا بدل 300 جرام بقى 800 جرام which is good يعني اللي هو كلت ما لسه ما كلتش ال 800 جرام دول بيتشالوا وبيتحطوا. نجاح اي دايت او نظام غذائي نجاحه في استمراريه ان انت تقدري تستمري عليه بعد ما تخلصيه، بحيث ان احنا بندخل ليه او وزننا بيزيد ليه، ان عادات غذائيه خاطئه بنعملها فبتوصلنا لان احنا نوصل للشكل دوت او نفضل مكملين بالطريقه دي. طب بنعمل ستوب. فانا لما يعني رحله العلاج ايه، ان انا بعمل نظام غذائي، بعتعود جسمي وبعمل لايف ستايل داخل فيه الرياضه، داخل فيه النظام الغذائي الصحي، فبقدر بوصل بيه للتارجت اللي انا عايزاه واثبت، وبعد كده بكمل بيه، فما يحصلش بقى ريلابس ان انا اوصل تاني للزياده اللي انا عايزاه. هي ده النجاح بتاع السليم شوت، والنجاح بتاع كله مع بعض المنظومه كلها. الحقيقه، لان ده بيساعد من هنا وده بيساعد من هنا وده بيساعد من هنا، ففي الاخر في الادويه الامراض الكرونيك
اللي هي السكر والدايت والحاجات دي، اول حاجه فيه والضغط، اول حاجه كنت فيها ايه؟ داخلة على فكرة على سكر، لان بالظبط. انا مامتي وبابايا عندهم سكر، طيب وانا اوبيز خلاص، اتصنفت ان انا اوبيز ومش تبدا عارفه بمقاومه اوقف، انسولين، والكيرف وطبعا ايوه. تبدا بمقاومه ومقاومه انسولين الانسولين دي بقى بطلت تخليني اخس خالص طبعا، على فكره، وتلاقي وقفت الدهون الخساسات. كلها متراكمه في منطقه البطن، وزي ما انت عارفاه بتقولي، فاللي عارفاه، هو بالظبط. كرش كان عظيم. فلا الادويه دي بقى بتبعدنا عن خطر الاصابه بمرض السكر. اه. اللايف ستايل، انا كنت لسه هقول لك الادويه، الامراض الكرونيك زي الضغط والسكر، انت عارفه الجايد لاينز بره بتقول لك ايه؟ اول حاجه فيها لايف ستايل موديفيكيشن. يعني قبل ما تبداي علاج ضغط وسكر، اعملي للبيشنت ده لايف ستايل، نظام غذائي صحي ورياضه، وشوفي هيستجيب ولا لا، ممكن ما يحتاجش الادويه. فان احنا بقى نخلي ده في حاجه زي الاوبيزيتي او السمنه، ان هو لايف ستايل ومانجمنت، فده فيرست يعني لاين اوف تريتمنت، ان انا اعمل لايف ستايل واثبته واكمل عليه. لا انا كنت اكتسبت، كان كل دايت غلط بعمله، لان طول الوقت انت بتحاولي تخسي، فبتجربي بتخبطي على كل البيبان الدايت، يطلع دايت في الهند، في الصين، هنا كيتو، معرفش فيجي، اجرب كل دايت من دول. بعد ما ببطله سواء خسيت او ما خسيتش بطلع منه بعادة سيئة، زي الكيتو ام كريفنج شوجرز. بعد ما خلصت الكيتو، لان اللي عارف الكيتو عارف ان هو مفيش سكريات خالص طبعا خالص، فبعد ما خلصته بقيت بموت في حاجه اسمها سكر، اروح افطر الصبح كابتشينو مثلا وجنبه حاجه من اللي كنت بشوفها قبل كده جزع. لا بقيت اكلها عادي بقى، انتقام بقى، صح. ما تفهميش ايه اللي حصل بقى انت، وبقت عاده. يعني مره 2 3 لمده 30 يوم عملتها فبقت عاده. صح. فتخيلي كل يوم ببتدي يومي برفع سكري قد ايه، فانسي ان انا اخس بقيه اليوم. لا زي ما انت حتى لو ما اكلتش بالظبط. لا وكمان هو اصلا لخبطه يوم واحد بتسمع معانا اسبوع في الجسم بيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل له، فبيبتدي يستور الفات لمده اسبوع، فانت لخبطه يوم بتسمع معاكي اسبوع كامل. فدي الفكره كلها. ان مرعب قوي اللي انت بتقوليه ده. لا الستورز بتاعت لا لخبطه يوم واحد بجد بتعمل كده، خاصه في المرحله اللي الجسم لسه فيها بيريزست. اصل الجسم ذكي جدا، انت بتضغطي عليه بتقللي له السعرات الحراريه اللي داخله له، فهو بيريزست. انا ايه ده، انا في ايه؟ فعشان كده بيحصل مرحله ثبات وزن. فلما نيجي نلخبط بقى فيها دي، فاحنا بنقول له بقى لا احنا مش قادر كام انت كسبت، فاهمه قصدي؟ فانت بترجعي بقى خطوات كبيره. فانا مش لخبطت يوم، انا لخبطت بقى الرحله بتاعتي كلها. فامتى بنسمح بان احنا يبقى لينا حاجات فري مثلا، بس امتى بناخدها؟ بعد الوجبه الاساسيه مثلا، بعد الغداء ناخد الحاجه زي كده. ليه ما ترفعليش نسبه السكر مره واحده؟ فاوريدي انا بيبقى داخل اكل، فالانسولين يعني شغال تمام اوكي، ما بيعلاش بقى البيك السبايك اللي بتحصل دي هي اللي بتعمل كريفنج. ان انا ابقى زي ما انت قلتي ابدا يومي بحاجه مسكره، ده بيعمل انت نايمه طول اليوم طول الليل، فقايمه سكرك قليل، فروحتي مره واحده عامله له مره واحده، فده فيفضل ايه بقى يعلى شويه وبعدين ينزل، فتلاقي نفسك هبطتي عايزه تاكلي حاجه مسكره، تاكلي تاني، ده الكريفنج بقى اللي هو قصه شريط اليوم بحاجه غلط بقى. زي ما بقول لك ده بيسمع معانا اسبوع كامل. فانت لا الفكره كلها لما هبدا مثلا حاجه زي البيضه المسلوقه، زي الحاجات دي دلوقتي اي حاجه فاكره الحاجات اللي بتقوليها لي الحلوه، العدس، السناكس، الحمص اللي بتاع الطبيخ اللي احنا ده اسمها، ده قريت عنه ان هو فيه استروجين كمان طبعا. بصي هو احنا من ضمن نظامنا ان احنا بنخلي يومين في البروتين نباتي مش حيواني، فده بندخل فيه زي العدس وزي الحمص الصبح مثلا 4 معالق بناخدهم. انت بتبقي بجد يعني شبعانه جدا، اخدتي بروتين عشان الماسلز بتاعتك. فانت مش يعني ما بقاش برضو زي ما قلنا في ناس بتحب البيض وفي ناس بتعود عليه، بس في ناس بتبقى عايزه تغير زي ما انت يعني مشيت عليه فتره، لا انا عايزه اكسر ده شويه. لا هيطلع لي ريش فعلا. ايوه والله العظيم بيض كتير، بعدين بتعمليه بكل حاجه مسلوق، بعدين شويه عارفه الزيت اللي قلت لي عليه اللي بيترش ده ارشه، وبعدين اعمل عشان تمام حلو، عملته شكشوكه ما شكشكش كل حاجه، اومليت كله بعد كده لا يعني فبتعجبني قوي الحاجات الجديده اللي انت بتدخليها، اللي هي فيها بروتين وفيها قيمه وفيها سناكس. انا جايه من خلفيه ان انا كنت باكل وفي سناكس وعلى طول بقي شغال
ايوه احنا بنقعد نعمل بتعجبني بنقعد نعمل النظام الغذائي بيبقى تailored according لكل كيس حسب، يعني احنا بقعد معاكي نشوف مواعيدنا ايه ونظامنا ايه، وممكن الوقت اللي يبقى عايزين السناكس دي امتى ونحطها، بحيث ان انت تبقي عارفه الوقت ده مش هنروح نلخبط. لا هو انا خلاص انا عندي بدايل، فانا هلخبط ليه؟ فاهمه؟ ايوه يعني في اللي هو افتح الثلاجه الاقي حاجه مش لا اللي هو انا الاقيها لا يعني فاضيه. في ناس بتبقى بره الشغل وقت معين، طيب والله ممكن ناخد سناكس دلوقتي احنا في الشتاء وفي الذره المشوي، فده اوكي لو اتحسبت ضمن سعراتنا الحراريه، فممكن عقبال ما اروح البيت الكوز بيبقى كام كالوري؟ لا يعني بسيط، ما طب تقلقيش. والسويت كورن هو الذره العادي ولا ده حاجه وده حاجه ولا اللي هو البوب كورن لا بصي الحاجات المعلبه او كورن لا المعلبه والحاجات دي انا يعني خاصه الناس اللي بتبقى عندها مقاومه انسولين وعندنا مشاكل فبنبعدها خالص. لكن البوب كورن العادي احنا معانا مثلا ممكن بناخد 3 كوبايات ضمن سعراتنا الغذائيه، وبيبقى طبعا قليل خالص الزيت اللي معمول بيه، معلقه واحده بترش ده بالظبط كده. وفي بتاعه الميكروويف بحطها في بتاعه الميكروويف بتاع كده بلاستيك كده. أيوة شبه اللي هو بيتحط فيه الميه. وبحط شويه، وحط ساعات على فكره ما بحطش زيت خالص، واحط ملح واحطه في الميكروويف تك 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 دقيقتين لحد ما يبطل طقطقه. تمام. هو يعني لطيف برضو جدا وبيشبع، وكمان لو خدناه من غير ملح عشان ما يحبس برضو ميه في يعني ممكن، بس يعني خفيف خفيف يعني معلش يعني ما جاش على احنا بنقول المورالز يعني طبعا، بس يعني خلينا واقعيين. ايوه يعني احنا متعودين عليه بكراميل في ناس بتحط كميات ملح غريبه، في ناس بتحط كميات ملح يعني انا في ناس بتيجي داخله والله انا اتفاجئت الاسبوع اللي فات احنا خاسين وكل حاجه ومظبطين وكل حاجه، الاقيها بتطلع من جيبها لب ابيض ومليان ملح، اللي هو وبتقولي هو جايه تسالني، فبقول لها بتقولي هو ده سناك هيلثي؟ انا لسه بقول لها لا، لقيتها بتقولي طب خدي شويه شويه طبعا لا كده كتير. فانا قصدي مش كل الناس عندها كونسبت زيك مثلا اللي هو هاخد حاجات بس تريس اليمنت او تريس كميات قليله، لكن في ناس لا بتبقى يعني ما بتهديش غير لما كميه اللب اللي انت جايباها تخلص ودي كلها املاح فلا انت يعني لو وفرناه في السعرات الحراريه احنا خدنا اضعافه، فاهمه قصدي؟ وبعدين هي مثلا ممكن بتكون عملتها اسبوعين 3 ونسيت تسالني، فانا بقعد بقى شايك كل مره وريني جيبك كده فلا يعني بنحب نوضح، فاهمه قصدي؟ انا ليه مثلا بنبقى يعني بنشد شويه او بنقول ايه الممنوعات او حاجه زي كده، لان اوريدي كده كده اللي قدامك كده كده هي انت خدتيني بالراحه كده وما عملتليش لقطه الممنوعات دي، يعني دخلتي لي دخله صايعه كده اللي هو ده حلو وده حلو، عارفه شتتيني وخدي ده وكلي ده. انا بقيت اطبخ. انا بصي اقول لك حاجه، انا طول عمري بشتغل. انا فاكره لما انت جيتي اصلا قعدتي تقولي ده دي بتتعمل ازاي، لما قلت لك شوربه العدس ودي حاجه مهمه انا بعت لك الطريقه اصلا قلت لي دي بتتعمل ازاي. عايزه اوريكي كده وانا في المطبخ بعمل حاجات وقولي لي صح غلط، لان ساعات يا ريت طبعا بفتح النت الحقيقه، انت تبقي قايله لي مثلا شوربه عدس، انا تفتح النت بقى الاقي بيحمروا ما اعرفش ايه اعمل على طول. فعايزاكي مره كده تشوفيني وانا بطبخ تقولي لي ده صح ده غلط، لان انا ابتديت اطبخ وبقى عندي رفاهيه ان انا مش عايزه اكل دلوقتي حالا، فلسه هطبخ احضر عادي مفيش مشكله. لا دلوقتي بقت هاديه هديت كده على الاكل، فبقى عندي طب والله يعني انا بقيت بخطط اليوم، اقول هتغدى ايه، هتعشى ايه، هعمل ايه بتاع فبيبقى عندي رفاهيه ان انا اقوم احضر سناكس. صح. افتح التلاجة كده الاقيها فاضيه، اقول لا انا هحضر سناكس عشان ساعات مثلا وانا قدام فيلم وانا ببقى عايزه حاجه ايه باك ان ذا مايند زي ما كنت بعمل قبل كده، وبجيب شيبسي وبتاع والحاجات دي بعضعض في الحاجات دي. لا فعلا ابتديت ادخل وابتديت فرقت معايا جدا جدا. طيب انا عايزه اطلب منك طلب. بصي انا ليتلي بقيت خلاص بدخل المطبخ بجهز وجبات لنفس اليوم لتاني يوم، بعمل سناكس بعمل كده حاجات بتقولي لي عليها، بس لما باجي انفذ الموضوع بيخرب مني. عايزاكي تبصي عليا بجهزها ازاي، قولي لي
صح تمام لحد الاخر، ولا انا بفتي في النص، ولا ايه الدنيا، عشان مش عايزه بجد اللي عملته يبوظ وعايزه اكمل. لا يلا بينا، انا متحمسه جدا. ماشي يلا بينا. يلا بينا.